الكابتن احمد الزين، ايضا ينضم الي الكابتن مشاري الثمالي لاعب نادي الفيصلي. كابتن، في البدايه ارحب فيك، الف مبروك الفوز والتاهل. الله يبارك فيك حبيبي. وشيء احب امسي على الساده المشاهدين. الحمد لله قدرنا نفوز وقدرنا نحقق اللي نبغاه والحمد لله على كل حال. كابتن، خلال الشوط الاول لم يظهر لاعبي نادي الفيصلي بالمستوى المطلوب، تحدثت مع المدرب غير راضي عن ادائكم. الشوط الثاني يدخل نادي الفيصلي بصوره مغايره للشوط الاول. هي طبعا مباراة الكاس ما لها مقاييس، والمدرب حاب يجرب كم عنصر، والحمد لله توفقنا صحيح الانسجام كذا بس الحمد لله على كل حال. اليوم كابتن شاهدنا الكابتن مشاري الثمالي يتحرر ويتقدم اكثر ويسجل هدف الفوز. والله الحمد لله، هذا بتوفيق الله ثم بدعاء الوالدين، الوالده الله يخليها لنا، والحمد لله على كل حال. المباراة القادمة في الدور 16 امام نادي الشعلة. طبعا احنا نفكر مباراتنا الجايه امام الفتح في الدوري، واذا جات مباراه الشعلة ان شاء الله نفكر فيها. شكرا لك كابتن. يعطيك العافيه. شكرا للكابتن مشاري الثمالي، ومن قبله الكابتن احمد الزين ناصر.